كابتن ياسر مش هكلمك في اي قرارات فنيه. كابتن انا هسألك سؤال واحد في المباراة بس بعد اذنك. بص يا كابتن احمد، اعذرني خدني كده ايه زي اخوك الصغير، انا عايز اقول كلمتين بس. اللي حصل النهارده ده سببه يعني للاسف الشديد واحد فاسد في الاعلام. طيب وهو كابتن احمد والنبي ارجوك سيبنا كمل لحد الاخر. طب هسألك سؤال وكمل والله. سؤال، اتفضل. هل حصل اي خلاف بينك وبين المساعد في اللعبة بس؟ يا كابتن احمد انا كل اللي حصل انا رايح له علشان ابعد من عنده الاعتراضات. بس مش اكتر من كده يعني. لكن اتفضل. لكن الراجل ما تراجعش عن قراره الاولاني انها هدف. كابتن احمد والنبي ما تجرجرني للمسائل الفنيه. سيبني اقول الكلمتين اللي عايز اقولهم عشان في الاخر كل سنه وانتم طيبين بالسنه الجديده. تمام. انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير جوه مصر فشلت ان هي تعمل فتنه طائفيه. وفشلت ان هي تعمل فتنه ما بين الشعب والجيش وما بين الشرطه والجيش. تمام. النهارده في فتنه ثانيه بتتحرك، فتنه كرويه ما بين الانديه وبعضها وما بين المجموعات وبعضها وما بين المحافظات وبعضها. تمام. النهارده الزمالك بيضرب المصري بيضرب الزمالك، المحله بتضرب الاهلي بتضرب الحكام. تمام. فالعمليه كبرت. الحاجه الثانيه تمام، النهارده ده راجل عفوا انا مش هقول اسمه بس مصر كلها عارفاه، لان انا قلت اسمه هشتمه وانا مش عايز اشتم، مش عايز اطلع صغير قصاد الناس ولا قليل. تمام. الراجل ده ما فيش حد عاجبه. اعلام يقول عليه قذر، مشير يقول عليه امشي، جيش يقول عليه روح في داهيه، شرطه تروح في داهيه، حكام يروحوا في داهيه. يا اخي ما تقول انت في 60,000 داهيه وسيبنا. طالما احنا كلنا وحشين وانت الملاك الوحيد. طيب احنا كلنا شياطين وانت مالكش في حته ثانيه عايش فيها. كابتن ياسر برضو طب سؤالي، راضي عن ادائك انت وزملائك الاثنين بنسبه كام؟ راضي رجعت لاولادي زمايلي ان شاء الله هرجع لهم كويس. لا مش سامعك يا كابتن. ما حدش يتكلم على كوره، ما حدش يتكلم على تحكيم، ما حدش يتكلم على الفنيات. يا كابتن احمد احنا شفنا مبنى عينينا النهارده يا كابتن احمد. احنا طبعا طبعا تمام. يعني لولا النهارده وقفت الشرطه والجيش معانا، ولولا ان في كم كبير من جماهير المحله واعي تمام كانت حصلت كارثه النهارده. انا دي لازم اعترف بيها يا جماعه. ان جمهور المحله انا ما زلت بقول رغم كل اللي حصل جمهور واعي، الاغلبيه فيه واعيه. لان هي لو كانت انساقت ورا اللي حصل ده ما كانش حد خرج، ولا اهلي ولا محله ولا زمالك ولا سعيد ولا ياسر. كابتن ياسر جدا جدا جدا. هل فكرت اللحظه هل فكرت اللحظه ان انت تبطل تحكيم النهارده؟ كابتن ياسر الو. مقدر طبعا انفعاله بس عامل سبرنت في ما عملوش. بس الحقيقه بص يا كابتن شوبير، هو في حاجه واحد اعتدى على المساعد بقله ادب الحقيقه يعني. ايوه بالكلام. انا عشان كده انا عايز ارجع لسؤالك. الصوره انتم مسرعينها ولا دي الصوره الحقيقيه؟ لا دي حقيقيه. لا سبرنتات كله دي سبرنتات دي حقيقيه والله ده ياخدوا بطوله العالم في العاب القوه.